ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الروتين. هنشتغل كل الحاجه اللي على الفريزر، هننضفه بمعنى اصح. في ناس كتير طلبت مني عايزه تعرف عندها فضول ايه اللي فوق الفريزر. هنجيب باسكت ونحط فيه الحاجات دي واوريكم ايه اللي موجود ايه فوق الفريزر ونحاول بقى ايه يعني نريح عينينا من المنظر الكركبه دي. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. ده الباسكت اهو، تمام. سيبه بقى هنا ونبدا نشوف هنحط ايه هنا. خلاص، هو ده المفروض ان هو فيتامين يعني انا باخد منه، وده شامبو. انا مش قادره افهم ايه اللي جاب الشامبو هنا. فاكرين الجمله المشهوره بتاعت الليمبي، ايه اللي جاب القلعه على البحر؟ ده شامبو. تقريبا ده كنت كان عينه مع شامبو كبير او حاجه تقريبا يعني، او حد من البنات تقريبا كان جايبه. خلاص، ودي قطرات للعين، اعتقد انها ملهاش لازمه بقى خلاص، المفروض انها تترمى. وده ايه؟ ده برفان بتاع محمد. اتمنى هو ايه يعني في الرايحه وفي الجايه بدل ما يخش الاوضه فبيكسل، فحطها برضو عندي ايه على الفريزر، فانا هشتغل عليها مكانها بقى. ودي مش عارفه شويه حاجات كده ملهاش علاقه ببعضها، منها ميزان حراره، تمام. وده المفروض انه خيط وابره، انا كنت جايباه خيط ابيض واسمر. برضو انا اللي عين الحاجات دي، انا غلطانه برضو اني بعين حاجات هنا، تمام. هنسيبهم هنا برضو. احنا هناخد الباسكت ده بحاله كده وهنعينه ونطلع الحاجه اللي احنا محتاجينها. وده ايه؟ مفوق. وده جراب موبايل، وده استك. شفتوا؟ حاجات مالهاش علاقه بالمطبخ تماما. وحاجات اصلا عايزه تترمى، بس والله العظيم انا عمري ما كنت بحب الكركبه دي، بس ما عادش في وقت بقى. ايه يا محمد؟ عايزه اقول لكم ان انا في حاجات متفاجئه بيها بصراحه. ده معطر ريحته حلوه قوي، انا اللي محتفظه بيه علشان اجيب زيه تمام، لانه مش موجود هنا، مش موجود في مصر اصلا، او بيتباع بره بس. فربنا يسهل ان شاء الله ونعرف نجيب زيه من بره. هعينه بقى ده وده ريموت الريسيفر، هسيبه هنا علشان ما احطوش وسط الحاجه وانساه. بصوا الحاجه اللي هرميها هحطها في جنب هنا. وده برضو حامل الموبايل، برضو هخليه قدامي هنا. صابونه دوف انا بستخدمها دايما لما بخلص غسيل مواعين بغسل بيها ايدي. ها، لسه عندكم فضول تعرفوا ايه اللي موجود ولا كفايه كده؟ علب فاضيه علب فاضيه ومناديل. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ طب دي ماشي، دي حاجات ماشي، دي حاجات رمضان دي انا كنت محتفظه بيها ومش عايزه اشتغلها بصراحه، هسيبها برضو هنا. والله انا كنت دايخه على المشط ده. ده في حاجات خلاص انتهت الصلاحيه. مش عارفه هو ازاي كده سبته بالشكل ده كل الفتره دي. مش بقول لكم في حاجات بتفاجئ بيها. وده اللي فيه ورق مهم كمان. هفتح الباب واجيلكم.
خلصي يا ماما عشان ما ايه. ماشي. الحته دي مش هتنزل كده كده. يلا عشان جعان. طب ممكن تسكت عشان بصور؟ بصوا دي شمعة بتطلع ريحة يعني كده لما بنولع. الحته دي مش هتتعمل عشان انا شتان. اديها تاني. بصوا دي شمعة ما بولعها يعني شعب ايه بس بقى يا ابني سيبنا نخلص. بصوا دي شمعة ما بنولعها بتطلع ريحة، شمعة معطرة. هنا. طب بصوا انا هشتري الحاجه دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وانا بمسح الفريزر بقى هجيلكم. تمام. انا نسيت اشتري الفيشه، هشتري الفيشه الاول. بصوا انا مش حابه يعني اعمله بسلك، اغسله بسلك عشان ما ما يتجرحش. تمام. بس انا بحاول بالقماشه بس كده، لو في حاجه اشتغلها وخلاص. بس هو تمام، هو بقى زي الفل بصراحه دلوقتي. بصوا انا بشتغل الورق ده وبغسله دايما من قدام، لكن من الجنب كده يعني ممكن كل اسبوع ولا حاجه. هو اللي انا كنت مقصره فيه بصراحه ان الحاجه اللي كانت محطوطه فوق، كنت اوقات بكسل بجد. هحط بس الحاجه اللي انا محتاجها بس. تمام كده. كمان نحط الزرع ده شكله ظريف. وبكده اكون خلصت الفريزر وخلصت معاكم الفيديو، واشوفكم بكره في فيديو تاني على خير. مع السلامه.